جت ببالي فكرة. اي شنو هي؟ ليش لما نصعد للطيارة نخليه وضع طيران؟ أو هم يقولون لنا خلوه وضع طيران؟ تدري والله خوش فكرة. انت هم مسافر هواية؟ لا والله. طف الكاميرا. شوف، هذا الموضوع يرجعنا العام 1991، أول مرة انمنع بها استخدام الهاتف عند الطيران من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية، لما كانت التليفونات الخلوية كبيرة، تذكروها مو؟ فكانت اكو مخاوف من تداخل موجات هذا التليفون مع موجات الملاحة والتواصل الخاص بالطيارة. ومثل ما تعرفون تواصل كابتن الطيارة كلش مهم، لأن عن طريق هذا التواصل يعرف وين رايح، وبنفس الوقت تواصله ويا أبراج المراقبة واللي تحذره من وجود عوائق بالطريق، بالإضافة إلى تواصله مع الطائرات الأخرى. وبذاك الوقت منعوا حتى الأجهزة اللي ما تصدر موجات راديوية مثل جهاز MP3 إذا تتذكروا. فكل هذه المخاوف ما جاية عن عبث. عام 1999 واحد بالطيارة مشغل جهاز DVD، تتذكرون هذا أبو القرص؟ هذا الجهاز اتداخل ويا أجهزة الملاحة أو ترددات الملاحة الخاصة بالاتجاهات. فكابتن الطيارة شاف أنه هو دا يمشي بالاتجاه الخطأ، مع العلم هو كان صحيح. بوقتها سوت مشكلة. فالتكنولوجيا الحديثة والتطور اللي احنا بيه والأنظمة القوية، فصار من الصعب تداخل هذه الموجات مع الموجات الراديوية الخاصة بالطيارة. بالرغم من هذا المنظمة العالمية رفضت استخدام الأجهزة بشكل كامل بداخل الطيارة، وقالت يابا خلونا بعيدين عن المشاكل، وانتوا طايرين لكم هالكم ساعة، اصبروا واتركوا الأجهزة وصفوا بالكم وشوفوا المناظر من فوق واستمتعوا. ولا تنسون خلوا وضع طيران. اكتب لي بالتعليقات لما تسافر هم تخلي تليفونك وضع طيران او لا. هسه عرفت ليش؟ والله عاشت ايدك، معلومات رهيبة، بس أنا ما أسافر. انا صوتي. لا تنسى تتابعني حتى تعرف اكثر عن التكنولوجيا اللي تفيدك بحياتك اليومية. كان وياكم محمد من قناة منتجرافي، نشوفكم فيديوهات جاية. في مان الله.